المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. رئيس آسيا يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. خريجو كلية الطب يؤكدون العمل المتفاني. تقييم أنشطة تأمين حقوق الطفل في إقليم عنسبة. الجيش يتقدم نحو كيدال واستئناف المعارك في مالي. واشنطن وسيول تعدلان اتفاقا أمنيا لردع تهديدات كوريا الشمالية النووية. مقتل 5 جنود أمريكيين في سقوط طائرة بالبحر الأسود. السلام عليكم ورحمة الله. التقى الرئيس أفورقي مساء اليوم 13 من نوفمبر في الرياض ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان. تناول اللقاء الذي جرى في قصر اليمامة تطوير العلاقة الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات. واستعرض اللقاء بصفة خاصة فرص التعاون في مجالات التنمية والتجارة والسبل الكفيلة بتطويرها. وأكد رئيس أفورقي في اللقاء أهمية الدور السعودي في بناء شراكة تكاملية مع دول المنطقة. حضر اللقاء من جانب إريتريا وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، ومسؤول الشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حبوس كبرهوت، ووزير التجارة والصناعة السيد نصر الدين محمد صالح، ومن جانب المملكة الوزراء وكبار المسؤولين. تعهد خريجو كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية في العام الدراسي 2022-2023 بتقديم مساهمة مهنية متفانية. وقال الخريجون الذين تشكل النساء أكثر من 50% منهم إنهم يدركون أن التخرج هو نقطة انطلاق للتعليم العالي والمساهمة وليس قمة المعرفة، وسيعملون جاهدين لاكتساب المزيد من المعرفة. وذكرت سعدية محمد سراج وشام يوسف المتخرجان في الرعاية الصحية العامة وراهيل رأي المتخرجة في الإسعافات الأولية والعناية الطارئة إن مشاركة المرأة يشاد بها وسلطت النتائج الضوء على قدرتها التنافسية. وقالت الحائزة على الميدالية الدكتورة نرجس جابر والصيدلاني كبرون في السهل اللذين فازا بالكأس إن دعم أولياء الأمور ومجتمع الكلية ساهم بشكل كبير في نجاحهما. وقد خرجت كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية في 11 من نوفمبر 252 طالبا، من بينهم 130 من الطالبات في البكالوريوس والدبلوم، 32 منهم بتفوق. هذا وتخرج 14 طالبا بالطب العام و11 بالصيدلة و8 بطب التخدير و7 بالتوليد و7 برعاية المسنين و6 طوارئ وعناية مركزة و4 في طب العيون وواحد في علوم المختبرات بدرجة البكالوريوس بالإضافة إلى 131 بالتمريض و18 بالصيدلة و13 بالأشعة و12 بالصحة البيئية و11 في الطب المخبري و9 بطب الأسنان بدرجة الدبلوم. قيم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالتعاون مع مكتب وزارة الصحة والاتحاد الوطني للمرأة في إقليم عنسبة في مدينة كرن يوم 9 من نوفمبر الأنشطة التي يتم تنفيذها في الإقليم لضمان حقوق الأطفال والقضاء على الممارسات الضارة. وأوضح مسؤول المكتب السيد محمد جابر بأن أنشطة فعالة نفذت في إقليم عنسبة للقضاء على ختان الإناث وزواج القاصرات وحماية حقوق الأطفال. وأشاد بتعاون كافة الجهات المعنية لتحقيق البرامج المخطط لها من خلال رفع مستوى الوعي العام، ودعا إلى تعاون أقوى مستقبلا. وذكر المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية ورئيس لجنة الأنشطة الإقليمية التنسيقية العقيد تسفازي هنجرماي تحقيق تقدم ملحوظ بفضل الجهود الدؤوبة. وقد تم في الاجتماع عرض ومناقشة أوراق بحثية حول عواقب ختان الإناث وزواج القاصرات فضلا عن أهمية حماية حقوق الطفل. وشدد سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة السيد هيليت ولد برهام في الكلمة الختامية على أهمية أنشطة التوعية الجارية، ودعا إلى مشاركة أكبر لجميع الجهات في تنفيذ البرامج المخططة.
دشنت في 12 من نوفمبر مدرسة ابتدائية في ضاحية عد بزاقي في مديرية دباروها. شيدت المدرسة بتكلفة بلغ 770 ألف نقفة بمبادرة السكان، وتضم 3 فصول دراسية مع كامل الأثاثات الدراسية. وأشاد المسؤول المؤقت للتعليم في المديرية الأستاذ مهي منقستاب بمساهمة السكان في إنجاح العملية التعليمية. وثمن مدير مديرية دبارو السيد فرونجيل تخلا هيمانوت مبادرة السكان عد بزاقي بتوظيف قدراتهم وأموالهم. في غضون ذلك قام أولياء الأمور بسد احتياجات مدرسة كخوب صباح في حي مسكرم في مدينة تسني. شمل البرنامج صيانة المبنى وبناء مرافق عامة وتركيب الطاقة الشمسية وصيانة الأثاثات المدرسية والأبواب والنوافذ. كرمت مدرستي حلاهي الثانوية وحربنياتات المتوسطة في الأوسط طلاب المتميزين الحاصلين على علامات ممتازة في الامتحانات الوطنية 2022-2023. وفي حفل أقيم يومي 11 و12 من نوفمبر منحت مدرسة وحلايا الثانوية 92 طالبا من منتسبي الخدمة الوطنية الدفعة 35 الذين حصلوا على نقاط عالية تراوحت ما بين 3 إلى 4 نقاط كاملة، فيما كرمت مدرسة حربنياتات المتوسطة 26 طالبا حصلوا على 90 فما فوق في امتحانات الشهادة المتوسطة الوطنية. وقد بلغ إجمالي المكرمين 118 طالبا للحصول على الجوائز. وقال مدير المدرستين إن برنامج الحوافز للطلبة المتفوقين العام الماضي خلق الحافز والغيرة المقدسة في نفوسهم، وحث المتفوقين على السعي لتحقيق أعلى مستوى من التميز وأولياء الأمور لتشجيعهم. وقال رئيس وحدة متابعة المدارس الثانوية في فرع التعليم بالأوسط الأستاذ يوهنس سلمون ورئيس وحدة التعليم الأساسي الأستاذ سرزو تخلاي إن الجهود المبذولة لتحسين قدرات وأداء الطلاب تحقق نتائج مشجعة كل عام. قامت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية تسني بتقديم اللوازم الدراسية ل 166 طالبا محتاجا. وأوضحت مسؤولة المكتب السيدة دهب يوسف إن الهدف من البرنامج هو منع تسرب الطلاب من المدارس بسبب الصعوبات الاقتصادية وإبداء الاهتمام بالتعليم. وأضافت أنه تم أيضا تقديم مساعدة مالية قدرها 2000 نقفة لأبناء الشهداء الذين ذهبوا إلى ساوة لإكمال تعليمهم في الصف 12 وأداء واجبهم في الدفعة 36 من الخدمة الوطنية. وقال سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مديرية تسنية السيد عبد الحميد إسماعيل إن الجهود المبذولة لمواصلة الطلاب للتعليم وعدم تركها بسبب المصاعب الاقتصادية تحقق نتائج مرضية على أرض الواقع. ودعا إدارات الضواحي والجهات المعنية لتعزيز التعاون في برنامج التأهيل الذي سيقوم به مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية تسني قريبا. سادتي، بعد الفاصل أعود بالأخبار الخارجية. استأنف الجيش المالي تقدمه نحو منطقة كيدال، حيث تعد معقلا للطوارئ في شمال البلاد وفق ما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية. وفقا لبيان صادر عن الجيش فإن العملية العسكرية تتقدم وفقا لخطة محكمة لتجنب إلحاق ضرر بالمدنيين، مؤكدا أن تقدم قواته يواكبه دعم من الجو عبر الطيران العسكري. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من غارات جوية لطائرات درون مالية على المدينة. وقال الناشطون إن عددا من المدنيين بينهم أطفال قتلوا بسببها. وكان الجيش المالي متمركزا في مدينة أنفيف على بعد 110 كيلومترات جنوبي كيدال منذ أكتوبر الماضي، بعد تسلمه قاعدة عسكرية من القوات الأممية التي بدأت انسحابها من البلاد. وتعد منطقة كيدال خارجة عن سيطرة السلطات المركزية، وتحكمها تنسيقية حركات أزواد، وهو تحالف من الطوارق الذين يشكلون غالبية السكان فيها. وقع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الكوري الجنوبي شين وون سيك على تعديل على اتفاق أمني يهدف إلى ردع التهديدات النووية والصاروخية التي تمثلها كوريا الشمالية. وقالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك ونظيره الأمريكي لويد أوستن وقعا على الاتفاقية المحدثة خلال المحادثات الأمنية التي عقدت في سيول.
وتهدف استراتيجية الردع المخصصة إلى مواجهة تهديد الأسلحة النووية لكوريا الشمالية وأسلحة أخرى وفقا لإعلان حول الاتفاقية بين البلدين قبل 10 سنوات. ويقوم أوستن حاليا بجولة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، هي التاسعة له منذ توليه منصبه والرابعة منذ بداية العام الجاري. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن 5 جنود أمريكيين لقوا حتفهم عندما سقطت طائرة كانت تقلهم في البحر المتوسط. وأكد بيان صادر عن القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي أن الحادث وقع أثناء التزود بالوقود خلال تدريب عسكري. وكانت القيادة الأوروبية أصدرت بيانا أكدت فيه أنها تجري تحقيقا لتحديد أسباب الحادثة، مشددة على أنه لا توجد مؤشرات على وجود نشاط عدائي. وتتألف القيادة من أكثر من 65 ألفا من الأفراد العسكريين الدائمين الذين تدعمهم القوات المناوبة ومدنيون من وزارة الدفاع يعملون بشكل وثيق مع حلفاء الناتو وشركائهم. أطلق أكبر بركان نشط في أوروبا كميات كبيرة من الحمم المتوهجة إلى السماء، حيث وقعت جزيرة صقلية في البحر المتوسط مرة أخرى تحت سيطرة جبل إثنا. وأفاد المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين بأن عمودا كبيرا من الرماد والحمم وصل إلى ارتفاع 4.5 كيلومتر في السماء فوق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 3300 متر. ووقعت عدة انفجارات كما هطلت أمطار من الرماد على العديد من البلدات القريبة من جبل إثنا مثل ميلو وزفيرانا إثنا. ولم ترد تقارير فورية عن حدوث ضرر كبير، وتواصلت العمليات في مطار الجزيرة في كاتانيا بدون توقف. في ختام هذه النشرة فيما يلي تذكير بالعناوين. الرئيس أفورقي يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. خريجو كلية الطب يؤكدون العمل المتفاني. تقييم أنشطة تأمين حقوق الطفل في إقليم عنسبة. الجيش يتقدم نحو كيدال واستئناف المعارك في مالي. واشنطن وسيول تعدلان اتفاقا أمنيا لردع تهديدات كوريا الشمالية النووية. ومقتل 5 جنود أمريكيين في سقوط طائرة في البحر المتوسط. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.